ازيكم عاملين ايه؟ انا اسراء، صاحبة قناة مطبخ اسراء هاشم. يمكن انا ده اول فيديو اعمله، يعني ما كنتش بطبخ فيه. انا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده دردش معاكم شوية واحكي لكم اللي حصل معايا، عشان تستفيدوا، عشان اي حد عنده قناة على اليوتيوب، يعني ما يحصلوش زي ما حصل لي، او على الاقل لو حصل له لا قدر الله يقدر ان هو يتصرف بسرعة. انا قناتي اتسرقت، وسرقت بطريقة ذكية جدا. يعني هي اتهكرت، واللي هكرها ده هكر الجيميل اللي مرتبط بالقناة، فقدر ان هو ياخد القناة بكل سهولة. طبعا انا يعني ما كنتش متخيلة ان ممكن حد يعني هكر قناتي، لان انا دايما باخد بالي ان انا لما ادوس على اي لينك حد يبعتهولي، او يعني كنت واخده بالي من الموضوع ده كويس. بس اكتشفت ان الناس المؤذيه بقت كتير قوي في حياتنا، وبقوا بيتعلموا ازاي يأذوا الناس، وبقى موضوع الهاكرز والحاجات دي بقت منتشرة وبقت سهلة بالنسبة لهم جدا. ف انا غلطت ان انا ما امنتش قناتي كويس، ويعني دي كانت غلطة كبيرة جدا. اتمنى ان انتوا تتعلموا من غلطتي. يعني انا هحكي لكم اللي حصل بالظبط. من يومين لقيت بتجيلي مسجات على التليفون ان حد بيحاول يغير الباسورد بتاع الجيميل. طبعا ده مش انا. قعدت ادوس يعني ان ده مش انا، لكن هو كان بيتحكم في التليفون بتاعي، كأني انا اللي ماسكاه بالظبط. غير الباسورد، يعني مضحكش عليكم، انا كنت عارفه ان القناه بتتهكر، لان مش انا اللي بغير الباسورد، ومحدش معاه الجيميل بتاعي. بس كان في حاجه جوايا عايزه تطمني: لا التليفون مهنج، لا مفيش حاجه ان شاء الله، لا هيفتح دلوقتي. اول حاجه رحت عليها عشان اطمن عليها كانت القناه. لقيته بيقولي دخل باسورد. قلت عادي، ممكن يكون حصل تحديث مثلا للتليفون وطلعت برا القناة وهدخل تاني. دخلت الجيميل، الباسورد، قال لي الباسورد غلط وتم تغيير الباسورد من ساعة. آه، طب اعمل ايه؟ بصوا بقى، مخي اتشل عن التفكير واتصدمت. طب قناتي اعمل ايه؟ آه، جه في دماغي يعني زميل ليا عنده قناة على اليوتيوب، و يعني أقدم مني في الموضوع ده، فكنت دايما بستشيره لو وقف معايا أي حاجة، وهو كان دايما بيساعدني. المهم كلمته قلت له: يا محمد، حصل كذا كذا كذا، انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. قال لي: بصي يا اسراء، القناه بتاعتك كده اتسرقت، ولازم حد متخصص يقدر ان هو يرجعها لك. قلت له: طب مين؟ انا معرفش حد. بعت لي رقم استاذ او الباشمهندس مهني سليمان، صاحب قناة العلم والتكنولوجيا. بصراحة باشمهندس مهني شخص في منتهى الذوق والاحترام، وبجد شخص محترم جدا. كلمته على الواتس، ما تأخرش عليا في الرد، رد عليا على طول. قلت له ان انا قناتي اتسرقت وانا مش عارفه اعمل ايه. وطبعا انا كنت زي المجنونه، وهو بصراحه استحملني واستحمل عصبيتي، وكان مقدر الموقف جدا، وبدأ يقول لي احكي لي هي اتهكرت ازاي.
حكيت له وقلت له ان الجيميل الباسورد اتغير، ودخلت على يعني كتبت ان انا عايزة اعدل كلمة السر بالموبايل، لقيته برقم الموبايل، لقيته غير رقم الموبايل، غير الايميل الاحتياطي بتاع القناة. كل اللي انا بقوله لكم ده في اقل من دقيقتين. فحكيت له وقلت له انا المفروض ان انا اتصرف ازاي. قال لي بعتيلي كل البيانات بتاعه القناة. بعتها له. هو بصراحة يعني متأخرش عليا في اي حاجة. آه، يعني شاف كده من عنده وقال لي بصي هي متهكرة بطريقة ذكية جدا و... وصعبة في استرجاعها، بس ان شاء الله انا هرجعها لك. بصراحة هو لما قالي كده مش هضحك عليكم برضو خفت. قلت طب يا ترى هيقدر يرجعها ولا لأ. آم، عايزة اقول لكم اليوم اللي عدى عليا هو رجعها لي بعد 48 ساعة او اقل. اليوم اللي عدى عليا اللي هو كان بيشتغل فيه انا مش قادرة اقول لكم هو عدى عليا ازاي. طبعا تعب اعصاب. آم، مش عارفة افكر يا ترى هو هيقدر يرجعها. انا قاعده منتظره حاجه مش عارفه هتحصل ولا لا. كل اللي في دماغي طب تعب السنه ونص اللي انا تعبتهم دول خلاص راح عشان واحد ما عندوش ضمير. آه بس المهم طبعا انا في على مدار اليوم ده قعدت اكلم استاذ مهني على طول، وبصراحه انا زهقته، بس هو كان مقدر الموقف جدا واستحملني. ولقيته بقى بيكلمني الصبح بيقولي مبروك قناتك رجعت. مش قادرة اقول لكم انا اتبسطت ازاي وما كنتش مصدقة نفسي. آه، كنت فرحانة جدا، مش عارفة اشكره ازاي ومش عارفة ارد جميله ده ازاي. بجد بجد لو فضلت اشكره من هنا للسنة الجاية مش كفاية عليه. هو تعب جدا معايا وكمان عمل حاجات محدش الصراحة غيره كان هيقدر يعملها. يعني انا كان اي حد باخد رأيه في الموضوع ده كان بيقولي خلاص القناة صعب ترجع. اللي هكر القناة هكرها وغير كل البيانات وعمل رمز امان بفلاشة عشان محدش يقدر ان هو يتحكم في الجيميل تاني غيره. فيعني اللي عمله باشمهندس مهني ده معجزة بالنسبة لي. فانا حابة اشكره بجد، وانا هسيب لكم لينك القناة بتاعته في الوصف. لو حد احتاج اي حاجة اي حاجة هو بيرد على طول، وما بيبخلش على حد في اي معلومة. وكمان قناته كلها فيديوهات مفيدة لمنشئي المحتوى. آه، وبس اتمنى بقى ان انتوا تقولولي مبروك. ويا رب يا رب الموضوع ده ما يتكررش تاني، ولا اي حد يحس بالاحساس اللي انا حسيته وبس.